السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده انا هعلمك ازاي او هنعرفك ازاي تشترك في معسكر اوميجا المجاني. اول حاجة عشان تشترك في معسكر اوميجا المجاني لازم تكون حضرتك مالي الفورم دي. اول حاجة هتملاها كل البيانات هنا، كل البيانات. خلاص، بعد ما تملى كل البيانات ديت هيقول لك لقد تم ملء البيانات. هتاخد سكرين للشاشة دي، يعني بعد ما تدوس ارسال صور الشاشة ان انت مليت البيانات وكله تمام، ودوس ارسال. خلاص، بعد ما تدوس ارسال احتفظ بالصوره اللي انت هتظهر لك، يعني خد سكرين شوت ليها وروح بقى للمنصه. خلاص، دي المنصه هتظهر لك، هبعت لك طبعا لينك الفورم ولينك المنصه، وهتروح تعمل فيها ايميل. طبعا انا عامل هنا ايميل اوريدي، فانا هسجل خروج عشان نعرفك ازاي تعمل ايميل. طبعا انا كده سجلت خروج، نعمل ريفريش. بص، قبل اي حاجه كده ما ينفعش تستخدم الايميل بتاعك باكتر من جهاز، فانت لازم يكون جهاز واحد بس، ولو حبيت تغيره لازم تسجل خروج وتدخل للجهاز التاني، فده عشان الايميل ما يتقفلش معاك وما تعرفش تشتغل بيه. فراعي النقطة دي، ده قبل اي حاجة يعني. طيب ازاي تعمل ايميل؟ هتلاقي فوق كده تسجيل دخول، اعمل اكونت. فانا اروح على اعمل اكونت دي، هيكتب لي هنا شوية داتا، المفروض املاهم. الاسم هنا يا شباب انا محتاج اسمك بالعربي، يعني الانجليزي اللي الناس اللي بتعمل اسمها بالانجليزي مش هقدر افعلها الاكونت، فمحتاج اسمك بالعربي رباعي، يعني اكتب اسمك احمد مثلا. خلاص، احمد، محمد، احمد، محمد مثلا يعني. بعد كده بتكتب رقم تليفونك المظبوط ورقم موبايل ولي امرك المظبوط برضو. طبعا انت لو دخلت اي ارقام أو ارقام يعني زياده هتلاقي بالتالي الايميل ما رضيش يتسجل معاك. وهتسجل تاريخ ميلادك طبعا، يعني 2006 مثلا، هكذا. هتكتب البريد الالكتروني بتاعك. طب ايه البريد الالكتروني ده؟ اكتب ايه؟ اكتب اي حاجه، اهم حاجه تنتهي @gmail دوت كوم، يعني مثلا 0111 او اي رقم @gmail دوت كوم، يعني مش لازم يكون جيميل، اللي يكون عندك اي بريد الكتروني يعني اي حاجه. زي ما قلت لك اهم حاجه تنقيه بايه؟ @gmail دوت كوم. خلاص، بس انا زي ما انا كتبته كده اهو. طبعا خده كوبي عشان هتسجل بيه دخول بعد كده. ماشي، وتحفظ الباسورد. الباسورد ممكن يكون اي رقم، ممكن يكون رقم تليفونك او اي رقم يعني. انا كده ملك كل الخانات. اعمل بقى اعمل اكونت. فقال لي رقم الموبايل خطأ، ليه؟ لان هو بدأ تقريبا اكتر من رقم. اهو جرب كده. اه، الارقام برضو كتيره. ماشي، نعمل اكونت. اه، الاكونت اوريدي اتعمل اهو. ده اليوزر نيم وده الباسورد، انت هتحفظهم حضرتك، او ممكن تعمل سيف للباسورد عشان ما تقعدش تسجل دخول كل شويه يعني، فيفضل الموقع فاكرك. انا كده سجلت دخول بالايميل دوت. طب اعمل ايه بعد كده يا باشمهندس؟ سجلت دخول. انا حضرتك مش محتاج من كل الدنيا دي انك تدوس على كلمه باكجات، جميع الباكجات هتدوس عليها يظهر لك حاجات كتير كده، مالكش دعوه بيها باي حاجه من هنا غير حاجه واحده بس. هتخش على ايه بقى؟ الاشتراك الشهري لجروب المراجعات. هتخش على البتاع دي، دوس عليها كده. اه، تظهر لك الشاشه دي. فانت حضرتك عشان تظهر الشاشه دي بقى تعمل ايه؟ هتدوس اشتراك. طيب، فبقول لك الدفع بقى عن طريق كود محفظه، عن طريق فودافون كاش، انستا باي. فانت طبعا حضرتك الكورس اصلا مجاني، فانت هتدوس هنا كده، دوس هنا عشان ترفع ايصال الدفع. اضغط على دي. وهترفع ايه بقى انت هنا؟ هترفع السكرين اللي انت كنت واخده من جوجل فورم، ترفعه لي هنا. خلاص، وترميه لي هنا مثلا، وليكن انا هاخد دي مثلا. اه، دوس اشتراك. جاري رفع الايصال، كده انت رفعت الايصال. الاشتراك هنا لسه علامه زرقاء، يبقى كده هو لسه الناس اللي شغالين على المنصه ما قبلوش الايصال بتاعك، وتفضل منتظر لحد ما يدفع. خلاص، وهم في الغالب هيكلموك يقول لك اتفعل، او انت هتلاقيه مثلا لو دخلت بعد كام ساعه
هتلاقي العلامة ديت لو عملت ريفرش بقت ايه؟ بقت علامة خضراء، علامة الاشتراك اللي بالزرقاء دي. طيب ماشي يا سيدي. فبالتالي انت لو نزلت هنا بقى، حبيت تخش هنا كده على اي حاجة، تعال نخش بقى بايميل شغال فعلا عشان بس نوريك ازاي بنشتغل على الجروب. انا هخش بالايميل الادمن بتاعي بس. طيب نروح بقى للنقطة اللي انا كنت واقف فيها. انا دوست على كميل باكتشات، هو نزلني على طول تحت، او اشتراك الشهري لجروبات المراجعة. فانا طبعا ممكن اشترك من هنا، فيكو برضه. طبعا مالكش دعوة بالخطوات دي، لأن انت الخطوات اللي بلغتك بيها تعمل. طيب انا هيظهر لك العلامة خضرا كده زي ما قلت لك اهو، شايف العلامة علامة خضرا كده، انا مشترك تمام. خلاص، فزي ما قلت لك هتنزل بقى تلاقي كل المواد الايه، الست مواد. طيب مثلا مادة زي الجبر والهندسة، هنا مثلا تخش هنا تلاقي طبعا زي ما بلغت في الجدول، فهتلاقي عندك اهو الاسبوع الاول مكون من جزئين شرح وحل، الاسبوع التاني التالت لحد الاسبوع العاشر بنفس الاسلوب. طبعا هتلاقي بعد كل حصة، يعني بعد كل اسبوع في امتحان. انت لو دوست كده هتلاقي الفيديو فتح معاك، تقدر تتفرج على ايه، على المحاضرة. خلاص هتدوس هنا اهو كده، بص المحاضرة فتحت معايا، اقدر اتفرج عليها زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. كبر صغر على هنا وهكذا. طبعاً بتوصل لأي نقطة عادي جدا، الموضوع بسيط يعني مش صعب. ده بالنسبة لإزاي تتفرج على الفيديو. طبعا اتفرجت على الفيديو الأول والفيديو التاني، في امتحان بعد كل محاضرة. طب انت الامتحان ده يفتح لك الفيديو اللي تحته، شايف الفيديوهات اللي تحتها مقفولة كلها، مقفول عليها قفل. لازم انجح في الامتحان ده، خلاص، عشان يتفتح لي الفيديوهات اللي تحتيها. وهكذا كل ما تنجح في امتحان يتفتح لك اللي تحته. ده برضو ايه جزء. فزي مثلا يقول لك الوقت نص ساعة، الأسئلة 5 أسئلة، عدد المحاولات 5، فهتبدأ الامتحان. وبعدين هتلاقي الأسئلة عندك هنا والاختيارات، بس ركز إن الاختيارات متلخبطة، يعني بادئ لك بألف، فما تفتكرش إن دي ألف ب ج د، فعشان ما تلخبطش تلاقي نفسك مجاوب صح والاختيارات غلط. طبعا احنا في المنصة قاصدين حاجة زي كده عشان نساعدك على التركيز، إنك تبقى مركز في اختياراتك اللي أنت بتختارها. طيب تفتح تنجح في الامتحان ده هتفتح لك الإيه اللي تحته على طول. طب لو أنت ما نجحتش بص كده يقول لك إيه، لو عايز تفتح هنا: يجب عليك اجتياز امتحان الحصة السابقة أولا. يجب عليك اجتياز امتحان الحصة السابقة أولا. وهكذا يا صديقي، تقدر تتابع كل الايه، كل الفيديوهات في كل الايه، في كل المواد. خلاص هتلاقي مثلا في الفيزياء الباشمهندس عامل لكم مراجعات فيزياء مجانيه هنا برضو، دي غير المراجعات الاساسيه لو انت فاضي. المراجعات دي عباره عن اهم 75 سؤال في الفيزياء، حل 23 22 21 و20 20 زقازيق، ودول برضو تقدر تشوفهم بشكل برضو مجاني. بس كده يا شباب، انا مش عارف اطول عليكم في الفيديو. دي طريقه الاشتراك، ودي طريقة انك ازاي تتابع وتشوف المحتوى. بتمنى لكم التوفيق والنجاح، ربنا معاكم يا شباب ويوفقكم يا رب. السلام عليكم.